عايزك وعايزك تطمعوا قوي في ربنا. ونعم بالله. الراجل الأعرابي البسيط الغلبان في سكرات الموت بيقولوا له ده انت بتموت. قال وانا لما هموت هروح فين؟ قالوا له هتروح عند ربنا. قال ربنا الكريم؟ قالوا له ربنا الكريم. قال يا بشراي دخلت الجنة. قالوا له ليه؟ قال اصلا انا رايح عند الكريم، والكريم اذا قدر عفا. الله. شوف المعنى. الاعرابي الثاني البسيط ممكن ما يكونش حافظ من القران الا ايتين ثلاثه، بيموت فبيقولوا له انت بتموت. قال لهم انا خاف من ايه؟ قالوا له ما انت هتموت. قال لهم طب لما هموت هروح فين؟ قالوا له هتروح عند ربنا. قال يا سلام، ده اسعد حاجه ان انا اموت. قالوا له ليه؟ قال لهم انا مش خايف من ربنا. قالوا له برضه ليه؟ قال وما خوفي ممن لم ارى الخير الا منه. هو انا شفت خيرا الا من ربنا؟ الله. وشفت شر الا من نفسي ومن الشيطان؟ صح. فاطمع قوي. وهنعمل مفاجاه يا لمياء هانم. اقل اهل الجنه منزله اخر واحد يطلع من النار واخر واحد يدخل الجنه. طلع من النار جت مقفول النار، لا حد هيخرج ولا حد هيدخل. وبعدين اول ما يحط رجله في الجنه اتقفلت الجنه خلاص. وينادي منادي كده، وده اصعب نداء على اهل النار واحلى نداء على اهل الجنه. وهو هيبقى في خلاص مش هيبقى في حد في النار بقى وقتها. اخر واحد هيخرج من المؤمنين اللي هيبقى موجود في النار المنافقين نفاق اكبر والمشركين والكفار. تمام. وخلاص. انما اي بني ادم قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا مش هيبقى في النار. تمام خالص. فاخر واحد، الحديث في البخاري وحديث في مسلم واصحاب السنن، نجمع الروايات كلها بصيغه بسيطه قوي كده. تخيلوا انه خلاص خلصنا القنطره، واهل النار دخلوا النار واهل الجنه دخلوا الجنه. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى اذن بالشفاعات. لسه فيه شفاعات لسيدنا النبي، يا رب شفعني في فلان طلعه من النار، والصديق يشفع في صديقه. ده بعد قنطره المظالم، بعد القنطره بقى واهل النار في النار.